صباح الخير على احلى متابعين. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا خلاص دخلنا في الصيف. النهارده عندنا وصفه سهله وبسيطه وحلوه جدا جدا جدا. هتفتحي بيها بشرتك وهتنعميها وهتخليها زي الحرير. الوصفه بحاجات بسيطه جدا وموجوده عندك في المطبخ او في دولابك. لو مش موجودة هتشتريها من عند اي عطار. حاجات سهلة وبسيطة. اول حاجة عندنا هنا النهاردة زيت العرقسوس. زيت العرقسوس ده بتجيبيه من عند العطار او بتجيبيه من عند اي صيدلية او اي محل موثوق فيه. طبعا معروف العرقسوس بفعاليته في التبييض والتفتيح. ممتاز جدا. هتستخدمي منه كام قطرة على كريم المرطب بتاعك. الكريم المرطب بتاعك ايا كان نوع الكريم اللي انت بتستخدميه، ايا كان اي نوع كريم انت بتستخدميه، هتجيبي قطرات من زيت العرقسوس حوالي 3-4 قطرات وهتحطيهم على الكريم المرطب بتاعك وتبتدي تقلبيه كويس وتستخدميه في الفترات اللي انت بتستخدمي فيها كريمك العادي، سواء بعد الشاور او بالليل قبل ما تنامي او في وقت بالنهار. اي وقت بتستخدمي فيه كريم المرطب وتقدري تستخدميه على بشرتك عادي جدا. بالعكس ده كمان هيبقى جميل جدا لانه هيوحد لون البشرة وهيخفي مش هيخفي التجاعيد بس، هو هيغطي الالوان اللي بتبقى في خطوط التجاعيد. طبعا التجاعيد بيبقى ليها الوان غامقة شوية عن لون الجلد نفسه، فالكريم ده هيخلي الخطوط بتاعة التجاعيد لونها متوازن مع لون البشرة. كمان هيفتح المنطقة اللي هي حوالين العينين اللي هي دايما بتبقى فيها هالات سودة. الوصفة زي ما قلت لك سهلة خالص. والكريم هتستخدميه اي نوع كريم عندك، اي نوع كريم عندك. هنفتح ازازة الزيت بتاعة العرقسوس، هناخد منها قطرات بسيطة جدا يعني اهو. تمام، ما تكتريش. وبعدين نبتدي نقلبها كويس قوي مع الكريم بتاعنا. عايزة تحطيها مع فير اند لافلي او اللي هو جلو اند لافلي ماشي. عايزة تعملي خلطة لنفسك ماشي. بس اهم حاجة ان الكريم اللي انت هتستخدميه ده ما تطلعيش بيه في الشمس او ما تدخليش بيه المطبخ وتبقي واقفة بيه قدام البوتاجاز. طبعا البخار بتاع